السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. نكمل سلسلة اللي احنا بادئين فيها بقالنا كام حلقة، وموضوع الأعراض الجانبية لعلاجات الأورام وازاي نقلل منها ونسيطر عليها بقدر الإمكان. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على القيء والغثيان وسقوط الشعر والتهاب الأعصاب. النهاردة نتكلم عن عرض برضه شائع جدا مع العلاج الكيماوي وهو الإسهال. الإسهال يعني موجود مع العلاجات الكيماوية بصفة عامة، وبعض العلاجات الموجهة وبعض العلاجات المناعية برضو بيبقى موجود معاها عرض الإسهال، لأن يعني معظم الحاجات دي بتأثر على الجهاز الهضمي. الإسهال بيبقى أسبابه في العموم يعني غير انها طبعا تكون انفكشن او عدوى، يعني بتكون ان سرعة الامعاء زادت شوية، فالتفضية بتاعة الامعاء بتاعتك سريعة، فبيحصل ان الواحد البراز ما يلحقش يتكون فينزل مش صلب، وان هو ممكن يبقى اكتر من مرة في اليوم او اكتر من الفريكونسي العادي بتاعك. يعني مثلا واحد واخد على انه بيدخل الحمام مره كل يوم، وهو ده تعريفات الاسهال والامساك يا جماعه، ادق بتبقى كده. يعني الامساك بيقول لك ان انت ممكن تعمل حمام كل 3 ايام، يعني ممكن مرتين في الاسبوع. طيب والاسهال ان انت ممكن تعمل حمام اكتر من 3 مرات في اليوم. ده تعريف الاسهال، ان هو حمام اكتر من 3 مرات في اليوم، او الحمام ده يكون لوز خالص او يكون عامل زي الميه. اما الامساك فان واحد يعمل اقل من مرتين في الاسبوع. ولكن التعريفات دي بتبقى حاجه اسمها بيرسوناليزد، يعني بطبقها اكتر على البني ادم نفسه. يعني البني ادم ده متعود ان هو يخش الحمام كل يوم، فلو بدأ يومين مثلا من غير اي تغيير في عاداته الغذائيه وبدأ يخش 3 مرات في اليوم، يبقى ده عنده اسهال. لو بدأ يخش مره كل 3 ايام، يبقى ده عنده امساك، مع انه مع التعريف بتاع الامساك هو ما عندوش امساك، ولكن بالنسبه لهذا الشخص اللي هو اصلا متعود انه يخش كل يوم ومفيش اي حاجه طرأت عليه تغييرات في نظامه الغذائي، او كل حاجه غريبه، او عمل اي حاجه في نظامه الغذائي، او بياخد اي ادويه معينه، يبقى ده عنده امساك او اسهال. فنخلي التعريفات دايما مرتبطه بالواحد على الباول هابتس بتاعته، على اللي هو بيخش الحمام كل قد ايه، والستول بتاعه او البراز بتاعه عامل ازاي، فورمد، لونه متغير مثلا، بياخد دواء معين او كده. فكل واحد بيبقى تبع نفسه. ولكن تعريف الاسهال عموما اكتر من 3 ل 5 مرات في اليوم، ويكون لوز ستول او البراز ما يكونش متكون ونازل زي الميه او زي شبه الميه كده. طيب في طبعا معظم سرطانات الجهاز الهضمي ممكن تسبب الاسهال، خاصة لو في الامعاء ممكن تسبب اسهال، الا طبعا لو عاملة انسداد هتعمل اوبستراكشن، اللي هو عاملة انسداد فتعمل امساك. برضو في بعض السرطانات اللي بتطلع من البنكرياس او من الرئة، بيبقى ليها خصائص كده معينة، بتبقى حاجة اسمها نيورو اندوكراين تيومرز، اللي هي بتفرز هرمونات تسبب اسهال، وساعتها الاسهال بيكون شديد جدا وعامل زي الميه فعلا، هو تشرب بق الميه ينزل. وحتى من غير ما تشرب هي نفسها بتنزل، بتخلي الجسم يطلع الميه اللي جواه عموما. في اورام يعني مش شائعه قوي، حاجه اسمها الفايبوما، يعني هتشوفوه من واحد من كل مليون بني ادم تقريبا. انا في حياتي كلها شفته مرتين ثلاثه. فالحاجه دي مش شائعه بصراحه، ومش مجالها ان احنا نتكلم عليه دلوقتي. طيب دي انواع الاورام اللي تسبب الاسهال. قلنا يعني اورام الجهاز الهضمي عموما ممكن تسبب الاسهال، وزي ما قلنا ان هي لو عملت اوبستراكشن او عمل فيه ورم، عمل انسداد، ده بيعمل امساك او انسداد لا قدر الله. طيب ايه بقى الادويه اللي بتعمل اسهال؟ من اشهر الادويه اللي بتعمل اسهال هو الايرينوتيكان، اللي هو الكامتو، اللي هو بيتاخد فيه اورام القولون والمستقيم، او ساعات اورام المعده، او اورام الجهاز الهضمي عموما، ولكن اشهرهم هو القولون والمستقيم والمعده. اسمه كامتو او ايرينوتيكان. ده بيعمل اسهال، ودايما وغالبا الكامتو بيتاخد في بروتوكول اسمه فولفيري. ده بيتاخد في المستشفى، العيان بيتنوم لمده 48 ساعه، بيبقى الفايف اف يو بيتاخد انفيوجن، بيتاخد على مدار 46 ساعه، وبندي الانيوتيكان. فالانيوتيكان لو بيعمل اسهال ساعتها بنديله حاجات للاسهال، اشهرها الاتروبين طبعا، بس الاتروبين ما ينفعش اخده في البيت او من غير طبعا استشاره الطبيب، لانه دواء خطير. فبيبقى ده بناخد له اتروبين ربع الانبوله كده، بناخدها زي بتحمي من الاسهال. الباردو 5 اف يو اللي هو الفلورويراسيل بيعمل برضو اسهال، ولكن مش بنفس درجه الانيوتيكان، وبرضو ممكن ناخد له شويه ادويه
نسيطر عليها نقولها في اخر الحلقه ان شاء الله، ايه الادويه اللي بنستخدمها. اللي بيسبب اسهال برضو الزيلودا. الزيلودا بيعمل اسهال، هتلاقي ناس تقول لك ده بيعمل لي امساك. على فكره في كتير ادويه يقول لك بتعمل اسهال او امساك، هي بتغير عموما في الباول هابتس بتاعت البني ادم، او بتغير في عادات التبرز بتاع البني ادم، ولكن الاغلب الاعم هي ان الزيلودا بيسبب اسهال وليس امساك. طيب في ادويه تانية بسبب اسهال، في زي بعض الادويه الموجهه زي التايكيرب. التايكيرب من الادويه اللي دايما تتاخد مع الزيلودا، فالتايكيرب زيلودا ده ريجمن او بروتوكول بيسبب اسهال، ولازم ناخد بالنا منه، ولازم ناخد بالنا من العيان ونقول له لو جالك اسهال لازم تشرب ميه كويس، وتقول لنا عشان نديك ادويه معينه توقف هذا الاسهال. ده طبعا تايكيرب زيلودا ده بيبقى في الناس الهيرتو بوزيتيف اللي بتبقى خدت هيرسبتين وبرجيتا وحاجات كده، بس ما فيش سكند لاين تاني غير التايكيرب اللي هو الاقراص، فبتاخدوا زيلودا مع الاقراص عشان ياخدوا قراص مع بعض يعني هم في البيت. فالبروتوكول ده بيسبب اسهال. برضو في بروتوكول الاورام المستقيم والقولون اسمه زيليري. الزيليري ده بيبقى الايرينوتيكان مع الزيلودا، وده بروتوكول ما بقاش يستخدم تقريبا خالص يعني، لانه بيسبب اسهال شنيع. الزيلودا بيسبب اسهال كبير والايرينوتيكان بيسبب اسهال شديد، فانك تجمعهم مع بعض هتسبب اسهال كبير للعيان. فالبروتوكول ده يعني وقف في حتت كتير قوي من العالم يعني. ادويه برضو من الادويه بتاعه العلاج الموجه بقى بتاعه زي بتاعه الكبد، النكسافار اللي هو السورافينيب، او السيوتينيب برضو بتاع الكلى، وساعات برضو بيستخدم في الكبد. الفوترينت اللي هو بيستخدم في الساركوما، واحيانا برضو في الكلى. يعني في ادويه موجهه كده، في برضو بتاثر على الجهاز الهضمي. الى جانب طبعا ممكن تؤدي الى اعراض جانبيه تانية هنتكلم برضو عليها ان شاء الله في حلقات تانية، ولكن ممكن تسبب اسهال. طيب في ادويه بقى بتسبب اسهال الكيماوي العادي زي الادريامايسين، الدواء الاحمر بقى، الاندوكسال، اللي هو اي واحد خد دواء كيماوي عادي سواء بريست سواء اي ورم تاني خد علاج كيماوي جاله اسهال، ده برده ممكن يعمل اسهال، لانه طبعا زي ما احنا متفقين ان هو بيأثر على الجهاز الهضمي عموما، فممكن يجي له اسهال. ممكن يجي له امساك، ممكن، لانه زي ما قلنا ان هو بيغير في الباول هابتس، ولكن الاغلب الاعم هو اسهال. طيب التاكسوتير من الحاجات اللي بتعمل اسهال، واسهال مؤلم شويه، لانه ممكن يصاحب الاسهال ده الم في فتحه الشرج، لان التاكسوتير بيعمل التهاب كده في كل الاغشيه المخاطيه من اول الفم. ممكن نلاقي شويه التهابات جوه الفم من جوه كده، بناخد لها بقى حاجات هنتكلم برضو عليها، تقرحات الفم مؤلسه، بناخد لها حاجات زي الاوراكيور او خلطه سريه كده هقول لكم عليها، بتستريح قوي موضوع التقرحات دي. او يعمل التهابات من تحت، ولو واحده عندها البواسير او عندها شرخ شرجي بيبقى الالم او اكتر وجع شويه. في الحالات دي ممكن ناخد حاجات مسكنه زي الليدوكين او البروكتيجليفينول والحاجات بتاعه البواسير العاديه، لانها ممكن تظبط الالم ده شويه، فما يبقاش الاسهال كمان بيحرق. واي واحده من الناس اللي بتاخد كيماوي او عندها بواسير او عندها شرخ شرجي لازم نحرص جدا من الادويه، من قصدي الاكل السبايسي او اللي فيه شطه كتير، لانه هيسبب الم مضاعف ليكي، لان ممكن يبقى فيه التهاب في الاغشيه المخاطيه اللي تحت دي مع الكيماوي اللي عامل اسهال، مع كمان بقى لو انت بتاكلي كمان شطه او فلفل او حاجه، الموضوع هيسوء طبعا. انا من الناس اللي الهالوبينو او الشطه الحراقه بيعمل لي اسهال فورا، انا اصلا بستخدم الهالوبينو ده كملين، يعني انا اكل الهالوبينو ده من هنا اسهال، يعني لو عندي امساك يفك في دقيقه. مع سبحان الله هو اصلا بيعمل كده، بس طبعا مش في كل الناس ومش بنفس الدرجه. ادويه الاسهال عشان ما اطولش عليكم، الاسهال اصلا من الحاجات اللي يعني الحلقات السريعه. ادويه الاسهال بس احنا بنخاف لما يكون مع الكيماوي او مع التاكسوتير بالذات ان هو يكون في عدوى كمان مصاحبه ليه، فدايما هنحرص ان ما يكونش فيه ارتفاع في درجه الحراره. لو في اسهال مصاحب بارتفاع درجه الحراره، ده ممكن يدل على ان في انفكشن او في عدوى، فالاسهال ده لازم يؤخذ على محمل الجد، وده الاسهال اللي انا لازم اخد له مضاد حيوي. لو في مع الاسهال ارتفاع في درجه الحراره، هنا هرجع للطبيب بتاعي ولازم اعمل صوره دم اشوف مناعتي اخبارها ايه، وهنا لازم اخد مضاد حيوي عشان الاسهال ده ممكن يكون انفكتد. طبعا الاسهال ممكن يكون بقى مصاحب ب في رائحه مش كويسه ليه، البراز ريحته مش كويسه، ده ممكن يقول ان في بكتيريا في البراز، فلازم طبعا في الحالات دي خاصه كمان لو في نقص مناعه وهو بعد الكيماوي بعد اسبوع و10 ايام، هنا لو الاسهال مصاحب بارتفاع درجه الحراره لازم اتعامل مع الموضوع بجديه، ولازم اخد مضاد حيوي طبعا تحت اشراف الطبيب. من احسن المضادات الحيويه اللي بتاخد في موضوع الامساك، كل الناس بتاخدها اصلا كده عمال على بطال من غير ما ترجع للدكتور ولا حاجه، هو الفلاجيل والانتينال. طبعا دول على طول بيتصرفوا من الصيدليه، حتى طبعا من غير ولا روشته ولا اي بتنجان. برضو في حاجه زي الكوناز، هي برضو نفس مادتين مع بعض كده،
حاجه شبه الفلاجيل وحاجه شبه السيبروفلوكساسين، وفي سيبرودايازول ده برضو حاجه شبههم، برضو شبه الكومباينيشن بتاع الكوناز. بس يا جماعه ما يفضلش ابدا ان احنا ناخد علاج من العلاجات دي غير لما نرجع للدكتور، عشان العلاجات دي بتاخد بمده معينه وجرعات معينه، فما ينفعش اخدها من دماغي. حتى ممكن نبدا فيها لو شديد قوي يعني ما نعرفش نوصل للدكتور نبدا، وبعد كده لازم نستشير برضو الدكتور او على الاقل الصيدلي عشان يوجهنا ازاي ناخد العلاج ولمده قد ايه. الاسهال بقى المصاحب للعلاجات اللي هو العادي بقى، اللي هو من غير شك في عدوى او من غير في ارتفاع درجه حراره. برضو حاجه من الحاجات اللي نسيت اقولها من اللي بتسبب الاسهال هو العلاج الاشعاعي. العلاج الاشعاعي على البطن والحوض من الحاجات اللي بتسبب اسهال. طب واحد تقول لك انا خدت على الثدي وجالي اسهال، يعني ممكن تكون امعائك طالعه لفوق ولا حاجه، يعني جت في الفيلد كده بالغلط، يعني كان مش الطبيعي ابدا ان الاشعاع على الثدي يعمل اسهال يعني، ولا حتى يعمل احتقان في الزور، بس يعني لو جت دي في الفيلد ولا حاجه يعني الاشعاع طالها ولا حاجه ممكن. فلكن الاشعاع اللي على الحوض بقى سواء بتوع المستقيم او الرحم او بياخد اشعاعي حتى على العظم، مسكن على العظم، العمود الفقري، الحوض، الفخذ، الحاجات دي كلها اللي بيخش فيها الامعاء في فيلد الاشعاع، فبرضه بتؤدي الى سرعه في حركه الامعاء وتؤدي الى اسهال. طيب احنا قلنا علاج الاسهال هنقسمه حاجتين مهمين. الاسهال اللي معاه حراره قلنا خلاص ان احنا لازم ناخد ضد حيوي عشان يبقى فيه شك ان في عدوى ولا حاجه. طيب ايه الاسهال بقى اللي معهوش حراره او ناتج كنتيجه من الاشعاع او ناتج كنتيجه من الكيماوي او العلاج الموجه، واحنا عارفين، او مثلا من الزيلوزا واحنا عارفين ان الدواء ده بيسبب اسهال، فهناخد له ايه؟ زي ما قلنا ان هو بيبقى فيه سرعه في حركه الامعاء، فاحنا عايزين نبطئها شويه. نبطئها ازاي؟ اشهر دواء بيتاخد حاجه اسمها اللوبراميد او الايموديوم. الايموديوم ده زمان كنا بنخاف منه جدا، لان كان العيان ممكن ياخد قرصين ثلاثه تلاقي الامعاء بتاعته وقفت كانها مثلا رفعت الهاند بريك، وقفت تماما. وبنخاف من حاجه اسمها باراليتيك الياس، ان بدل ما الامعاء كانت بتتحرك والراجل عنده اسهال انا وقفتها له خالص وبقى عنده مش امساك بقى، ده ممكن يخش على حاجه اسمها فيسيولوجيكال اوبستراكشن، يعني الامعاء بتاعته اتشلت ما بقتش تتحرك اصلا فيجي له انسداد ويجي له مشاكل. لكن الايموديوم اللي بقى ينزل الجديد ده مع انه نفس التركيز ولكن المفعول بتاعه سبحان الله اقل كتير جدا. فالايموديوم بيتوصف ازاي؟ ان احنا ناخد قرصين، اول ما ابدا اخد قرصين، وقرص بعد كل مره اسهال لغايه اخري 5 اقراص في اليوم، وبعد كده خلاص. طيب ازاي بقى؟ واحد عنده جه البيت قال لك الحقني ده انا عندي اسهال ميه مش قادر، انزل يد هات لي ايموديوم من الصيدليه. نزل اروح واخد قرصين مع بعض، خدتهم بعد 10 دقايق جالي اسهال، ما استنى شويه، نص ساعه كده جالي اسهال تاني، اخد كمان واحده، ساعتين 3 جالي اسهال تاني، اخد كمان واحده، اسهال بقى لسه ما وقفش برضه، اخري اخد 5 في اليوم، 5 في ال 24 ساعه. ليه؟ لان زي ما قلنا الايموديوم من الحاجات اللي بتاثر على حركه الامعاء، ممكن تؤدي الى شلل في الامعاء لا قدر الله، ودي حاجه خطيره. فالايموديوم من اشهر الادويه اللي هو اللوبراميد 2 مللي جرام، من الحاجات اللي بتستخدم في علاج الاسهال الناتج من العلاجات الكيماويه او الموجهه او حتى العلاج الاشعاعي، ولكن اخرنا 10 مللي جرام في اليوم، يعني 5 اقراص في اليوم. وبالنسبه للناس الكبار فوق ال 60 او 65 سنه اخرهم 4 اقراص في اليوم، عشان دول بيبقوا اكبر سنا والميتابوليزم بتاع العلاج ما بيبقاش زي الناس الصغيره. في علاج الاسهال لازم نشرب كويس، ولازم ناكل فواكه وحاجات فيها املاح عشان نعوض اللي احنا بنفقده من الجسم من السوائل بتاعه اللي في جسمنا، فلازم نعوضها ان احنا نشرب ميه كويس وناكل فواكه وخضروات كويس عشان نعوض الحاجات اللي احنا بنفقدها. واحد بيقول لك ده انا ما باكلش خالص وبيجي لي اسهال، ازاي؟ ولا بشرب حتى، جالي اسهال ازاي ولقيت نفسي عمال اخرج برضو ميه وحاجات كده؟ لان جهازك الهضمي نفسه بيفرز سوائل حوالي من 2 ل 3 لتر يوميا، فحتى لو انت ما شربتش او كلت حتى ممكن يجي لك اسهال. وطبعا مش هيبقى اسهال مستمر، ولكن لان الاكل هو اللي بيحفز الافرازات دي، ولكن حتى لو ما كلتش او شربت انت ممكن عمال تلاقيه عمال يقول لك وانا مش عارف اصلا انا بجيب الميه دي منين، انا ما كلتش ولا شربت حاجه، الميه دي جايه منين؟ جهازك الهضمي نفسه بيطلع من 2 ل 3 لتر سوائل في اليوم، هي اللي
ممكن تنزل وتحسسك ان في اسهال كتير، او انت في بطنك ومعاك حاجات كتير وهي مفيش حاجات كتير ولا حاجه. ولكن طبعا لو الانسان استمر الميه دي هتخلص، ومفيش تحفيز كمان للافرازات عن طريق انك ما بتاكلش ولا بتشرب فعلا، فمش هتحس ان الاسهال لسه كمياته كبيره. ولكن لو انت عندك اسهال شديد او الامعاء فعلا متضرره، هتلاقي نفسك بتاكل او بتشرب الحاجه 10 ربع ساعه تلاقي الحاجه هوب رحت الحمام نزلتها مفيش اي ستوب. فالحاجات زي ما قلنا دي حلها في اللوبراميد. ولو ما اتحسنتش مع اللوبراميد بنبدا ناخد بقى حاجات زي النانازوكسايد، او حاجات زي الانتينال اسمه ايه ده والفلاجيل، عشان ممكن هنا فعلا بقى يبقى في انفكشن او في عدوى، حتى لو مش ظاهره في درجه حراره بتبقى ممكن حاجه من الحاجات الكومنسال زي الايكولاي والحاجات دي، اللي هي حاجات اصلا في امعائك اصلا هي موجوده بشكل طبيعي، ولكن عشان انت مناعتك قلت، عشان مثلا بتاخد كيماوي او موجه مثلا او اشعاعي مناعتك قلت شويه، فالبكتيريا دي او الفيروسات دي استغلت ان انت مناعتك قليله، فانقضت على الامعاء بتاعتك وعملت لك الاسهال. فزي ما قلنا لو هو الاسهال مصاحب بالحراره، لا دي حاجه سيريس، حاجه خطيره شويه، لازم ناخد معاهم ضد حيوي وادويه الاسهال. ولو الحاجه مش مصاحبه بالحراره فبنعمل اول حاجه ناخد اللوبراميد، وناخد بعد كده نخلي بقى لو ما تحسنش في خلال يوم ولا حاجه نبدا نزود العلاجات التانيه برضو طبعا بعد استشاره الطبيب. الناس بتاخد علاج متخلف عقليا، وانا نفسي كنت باخده زمان، اسمه ستريبتوكين. الستريبتوكين من الادويه اللي بتمسك فعلا بسرعه، تلاقي واحد عنده اسهال بيقول لك خد قرصين في قرصين في قرصين كل ساعتين لغايه ما الاسهال يوقف. الاستريبتوكين من الادويه اللي فعلا وعن تجربه شخصيه من الحاجات اللي بتمسك فعلا الامعاء وبتمسك الاسهال، بتقلل الاسهال. ولكن الاستريبتوكين فيه ماده اسمها ستريبتومايسين، ده نوع من المضادات الحيويه اللي على فكره بتشتغل على الامعاء كويس جدا، وبتموت البكتيريا اللي فيه او ايا كان اللي فيه هتموته، غير ان في ماده بتقلل حركه الامعاء. الستريبتوكين ده من الادويه المؤذيه جدا للاعصاب عموما، وبتاثر على العصب السمعي. فلو واحد مثلا بقى بياخد بروتوكول زي السيسبلاتين، البلاتينول مثلا مع تاكسول او تاكستير في اورام الثدي مثلا، او الكاربوبلاتين، او حتى التاكسول والتاكستير، او اي دواء بيأثر على الاعصاب، وبقى الستريبتوكين ده بالنسبه له عامل زي البونبوني كده، كل شويه يفقع 2 ستريبتوكين كل يوم هيترش، يعني مش هيسمع، هيبقى ما فيش، دي هتتقطش مش هيسمع. لان الستريبتوكين من الادويه المؤذيه جدا لعصب السمع، ومؤذي جدا للكلى كمان. هو نفس مشاكل السيسبلاتين اللي هو البلاتينول والكاربوبلاتين، وكمان مع التكسر والتكسوتير في حكايه الاعصاب. فانت لو بتاخد البروتوكولات دي وعمال تبلبع في الستريبتوكين هيحصل لك مشكله اكيد في سمعك. فالدواء ده لو اضطرينا ناخده لاي سبب من الاسباب ما نزودش استخدامه عن يعني يوم او يومين بالكتير جدا، وعلى فترات متباعده. لو ما قلقاش الإيموديوم، لان الإيموديوم كتير ما بينقص في السوق. وزي ما قلنا وصيكم بالشرب واكل الفواكه والخضروات الطازه لو مغسوله كويس، او تكون يعني مغسوله كويس ومصدرها كويس طبعا، عشان ما تزودش موضوع الاسهال لو في اسهال. التفاح جميل جدا برضو كويس خالص، وبيسيطر على الموضوع وبيمدنا بكتير من العناصر الغذائيه، ونشرب ميه كتير على قد ما نقدر. بس ده كل ما يخص موضوع الاسهال، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. يلا سلام عليكم.